السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب سنة تانية عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة أول فيديو في منهج طب أمراض الباطنة. خدنا المرة اللي فاتت الفيديو اللي فات طب أمراض الباطنة كان فيديو مقدمة عن التحاليل وعن المنهج اللي إحنا هناخده إن شاء الله. أول حاجة النهاردة هناخد عن المناعة وكذلك الأنجينا اللي هي الذبحة الصدرية. صلوا على النبي. طيب. أول حاجة المناعة. بيقول المناعة أولًا أنت بيخش لك الميكروبات جسمك أهو زي الفل، عندك الميكروب جاي خارجي، يحصل عركة جوه جسمك، اللي هينتصر فيها هيبقى له البقاء، لو الميكروب انتصر فللأسف المرض هيظهر عندك، ولو أنت الحمد لله جسمك انتصر يبقى بإذن الله هيتعافى ومش هيبقى فيه مرض ولا أي حاجة. دي أول مقدمة بيتكلم فيها. هندخل بعد كده على إيه؟ هندخل بعد كده على أنواع المناعة اللي موجودة في جسمك. أو أنواع المناعة الموجودة في جسمك. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة بيقول لي infectious microbes and humans are bound in a complex and ongoing struggle. يعني الميكروبات المعدية والبشر مرتبطين. complex يعني معقد. ongoing مستمر. struggle هنا صراع. في مشكلة وصراع بينهم هما الاتنين. معقدين ومستمرين إلى ما لا نهاية لحد إيه؟ يوم القيامة. صح، صح. صلى على النبي. The invasive and distinctive mechanisms الآليات الميكروبات المراوغة والمميزة دي مميزة distinctive ومراوغة invasive of microbes that cause disease are countered بآليات الدفاع بتاعة الميكروبات، لأن الميكروب له آليات دفاع، له آليات دفاع، له حاجات بيخترق فيها جسم الإنسان ويخترق فيها الأجهزة والأغشية الداخلية ليه فبيسبب المرض في الآخر. قال لي الحاجات اللي بتسبب المرض ديت are countered. يعني إيه countered؟ تقابل ويتصدى لها بواسطة إيه؟ by the human immune system واسطة الجهاز المناعي للإنسان. طب إيه اللي بيحصل؟ قال لي لما الميكروبات prevail when the microbes prevail يعني تنتصر disease occurs المرض يحدث. on the other hand على الجانب الآخر قال لي when the immune system succeeds لما الجهاز المناعي الإنسان بيفوز ينجح في المعركة قال لي the human survives يعني الإنسان يبقى على قيد الحياة والميكروب ينتهي الحمد لله. طيب عندنا methods طرق أو آليات of the body's resistance to disease آليات الدفاع في الإنسان. عندنا مناعة طبيعية هو الإنسان مولود بيها أو الفطرية اسمها natural أو innate immunity. immunity يعني مناعة، natural طبيعية، innate يعني فطرية. وعندنا المناعة التكيفية acquired immunity و adaptive immunity قلنا مناعة وadaptive تكيفية على حسب الميكروب وacquired مكتسبة برضو على حسب الميكروب. طيب الطبيعية زي الجلد زي الميوكس الممبرين الغشاء المخاطي ذات نفسه الأغشية المخاطية. ليه؟ قال لي لأن عندك مثلا واحد أهو آسفين على الرسمة الجميلة ديت تمام. عندنا الحمد لله أهو في عنده أغشية مخاطية في البلعوم تمام، وكذلك في القصبة الهوائية والكلام ده كله. لما يبقى في ميكروب وقاعد في حتة معفرة كتير أو حتة فيها ميكروبات مش بيتف بلغم عزكم الله، بيتف بلغم. إيه اللي بيحصل؟ قال لي ده الميكروبات التصقت في الجدار المخاطي هنا والأغشية المخاطية فتف رد فعل. طيب معذرة بقى على المثال صلوا على النبي. قال لي عندنا الكومبلمنت المكملات دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن بروتينات مناعية. بروتينات إيه؟ مناعية. طيب لما الميكروب بيدخل الجسم الإنسان البروتينات ديت بتعمل عملها وبتنشط الجهاز المناعي علشان يقوم بوظيفته وإن هو يفترس اللي أو في عندنا خلايا اسمها خلايا
بلعمية. بلعمية يعني بتاكل الميكروبات حرفيا كده، اسمها خلايا بلعمية. طيب، وعندنا في ضمن الخلايا الايه الجسم الإنسان، عندنا في خلايا نيوتروفيل، يعني خلايا متعادلة. لا هي حمضية ولا هي حلوية، خلايا متعادلة، نيوتروفيلز. وعندنا ماكروفاج اللي هي الخلايا البلعمية اللي احنا قلنا عليها، دي اللي بتاكل، دي اللي بتاكل. طيب، عندنا سكين، ميوكس ممبرين، عندنا كومبلمنت المكملات، عندنا النيوتروفيلز، وعندنا الماكروفاجز. طيب، بالنسبة بقى للمناعة المكتسبة أو المناعة التكيفية، أول حاجة فيها الميوكوزال إميون سيستم. الميوكوزال قلنا الجهاز المناعي المخاطي. زي إيه يا ترى؟ صلى على النبي. قال لي عندنا فايرز باتشز. باتشز يعني بقع، تمام. فاير دي مالها ديت؟ قال لي دي موجودة، هي بتبقى عبارة عن أنسجة لمفاوية بتوجد في الانتستين، الأمعاء، تمام. طبعا بتبقى تمسك فيه برضو الميكروبات وهكذا، وتحاول تتخلص من الميكروبات، تمام، كجزء من من المناعة. طيب، يبقى عندنا الاكوايرد اميونيتي او الادابتيف اميونيتي، ميوكوزال اميون سيستم يعني جهاز مناعي المخاطي. طب ايه اللي فرق هنا؟ ده غشاء متكون كده كده، ده المخاط ذات نفسه، تمام. الغشاء كده كده متكون طبيعي فطري ما بيتغيرش، هو موجود كده كده. هنا المخاط ذات نفسه في بعض الاماكن بيتغير حسب ايه حسب الميكروبات، تمام، او بيكتسب مناعه. ليه؟ ميكروب دخله، ميكروب ضعيف، ما كانش الانسان ده عنده مناعه من الميكروب، فكون مناعه ضده وكون اجسام مضاده ضده. الاجسام المضاده دي بتبقى بتضاد، هي اسمها كده فعلا، بتضاد الميكروبات الجديده اللي دخلت الانسان، تمام. يبقى الميوكوزال اميون سيستم زي بايرز باتشز بيعمل ايه اللي بيحصل؟ قال لي عندنا الجسم بيكون اجسام مضاده. الاجسام المضاده دي بتبقى داخل مرض جديد، تمام، فكان ضعيف او كان مات، كان دخل بصوره ميته، فالجسم كون ضده اجسام اجسام مضاده، فاصبح لو الشخص اتعدى منه تاني، اصبح الانسان باذن الله يقدر يتعافى من المرض ده بسهوله. وعندنا المكونات الخلويه زي الخلايا التائية والبائية. الخلايا التائية والبائية، الخلايا التائية والبائية دي بتساعد برضه في التعرف على التعرف على الميكروبات وقتل الميكروبات برضه، وبالتعاون مع الخلايا المتعادلة والبلعمية. ولكن الفكرة في إن الخلايا البائية والتائية دي خاصة بكل ميكروب. يعني لما ميكروب جديد قلنا بيدخل، دول بيتعرفوا، عندهم ذاكرة جواهم، أو بيكونوا حاجات اسمها أنتيجين، حاجات اسمها الانتيجينات ديت اللي بتبقى موجودة على الميكروبات ديت، بتتعرف عليها، وبالتالي تفضل فاكرة. أول لما الميكروب يدخل بعد كده، يروح جاي مستلماه، تتنشط على خلايا متعادلة، الخلايا البلعمية، والجسم يقوم يقوم بالواجب. فدي كده سريعا على المناعة. طيب، الاكوايرد اميونيتي، المناعة المكتسبة، بتنقسم لإيه؟ عندنا أول نوع الأكتيف، النشط. عندنا الاكتف. قال لي this cures بتحصل when the human immune system is exposed to an antigen، لما الجسم البشري، الجهاز المناعي، يتعرض لانتيجين. الانتيجين ده عبارة عن مادة او مكون موجود على الكائن المعدي ده، leading to production of antibodies. الانتيجين ده عاملين زي، هو والانتيبوديز عاملين زي زي القفل اهو، تمام. والانتي بادي هنا اهو، جاي يروح جاي راكب هنا، يروح جاي مخلص على الموضوع. and also the formation of memory cells، وكذلك تكوين الخلايا خلايا الذاكرة اللي هي T lymphocytes based memory، تمام. والخلايا التائية، الخلايا التائية هي خلايا الذاكرة.
تمام. الخلايا التائية خلايا إيه؟ خلايا الذاكرة. تمام. صلوا على النبي. يبقى عندنا الأنتيجين موجود على الكائن الحي اللي داخل الميكروب الفيروس أيا كان، الجسم بيكون ضده أنتي بودي اختصاره AB وهكذا. تمام. طب مثال مثلا قال لي ضد المناعة من خلال live attenuated. يعني إيه live attenuated؟ كائن حي أو ميكروب live عايش، ولكن attenuated يعني ضعيف، فيقوم الجسم يقدر ياخد الأنتيجين بتاعه ويتعرف عليه ويكون ضده أجسام مضادة، والخلايا التائية تكون ذاكرة، فيقوم لما يتعرض ليه تاني يحصل إيه؟ يحصل المقاومة، وبإذن الله ما يحصلش ضرر للإنسان. أو الميكروب ميت، فبالتالي الأنتيجين لسه ما زال عليه، والميكروب كده كده الخلايا الدفاعية اللي عنده مش موجودة لأنه كده كده ميت، فبالتالي الإنسان أو جسم الجهاز المناعي بيقدر يكون أجسام مضادة بسهولة. وكذلك التوكسينز أو التوكسويد، المواد السامة اللي طالعة من الإيه؟ من الميكروب، برضو الإنسان ممكن يتعرف عليها ويكون ليها أجسام مضادة بحيث إن هو يتعافى منها بإذن الله. النوع التاني السلبية. طيب السلبية ديت إن أنت أصلا جسمك ما عملش فيها مجهود، ده هو خد الأجسام المضادة جاهزة. هنا كان بيتعرف على الأنتيجين ويكون ذاكرة ويكون أجسام مضادة، صح؟ لا لا لا، ده هنا إيه بقى اللي حصل؟ هنا أصلا خد الأجسام المضادة جاهزة. فبيقول لي this occurs when a person، لما شخص receives ready made antibodies، لما ياخد يستقبل antibodies اللي هي أجسام مضادة ready made، يعني معدة أصلا مسبقا جاهزة من قبل كده، or immune cells أو خلايا مناعية from another person، من شخص آخر. زي إيه؟ شخص يستقبل immunoglobulin اللي هي الإيه؟ antibodies. عندنا الاميونوجلوبولين دي مركبات منها 5 أنواع، ماجد بنقول عليها ماجد كده أهو. تمام. يبقى اي جي يعني اميونوجلوبولين اختصار، اي جي ام، اي جي اي، اي جي جي، اي جي اي، اي جي دي، اختصارات ليه، وكل مركب فيهم بيختص بحاجة معينة. تمام. فده كده بالنسبة مناعة سريعا. صلوا على النبي. يبقى كلمني كده سريعا على المناعة تاني. قال لي إن الميكروبات المعدية والبشر في صراع دائم. وعندنا تاني حاجة آليات الميكروبات المراوغة ديت بيتصدى لها جسم الجهاز المناعي، دي بيديني مقدمة يعني. قال الميكروبات لما بتحصل المرض بيحصل، لما بتنتصر المرض بيحدث. في الجانب التاني الجهاز المناعي لو انتصر ونجح في الدفاع عن الإنسان، جسم الإنسان بيبقى تمام. قال لي الآليات الدفاع اللي عندنا natural وإنيت، يعني طبيعية وفطرية immunity، وعندنا acquired أو adaptive. الإنسان ما كانش مكون منها مناعة، بس الميكروب لما دخل جسم الإنسان خد مناعة وخزن خلايا الذاكرة. وعندنا المناعة المكتسبة في منها نوعين، يا إما active إن جسم الإنسان تدخل في تكوينها، أو passive يعني سلبية جسم الإنسان لم يتدخل في إيه؟ في تكوينها، بل خدها مباشرة. زي إيه؟ قال لي زي لما الميكروب يدخل يتعرض exposed to an antigen، جسم المناعي يتعرض لأنتيجين فيعمل لي تكوين production of antibodies، يكون لي الإيه؟ الأجسام المضادة، وبالتالي also بيكون لي أيضا الميموري سيلز الخلايا التائية، بحيث لما تلقط بعد كده جسم المضاد ده الأنتيجين ده فيما بعد يروح جاي ايه طلع اجسام مضاده ويبتدي الانسان يتعامل. طيب زي ايه؟ قال لي زي الليف اتنويتد، او اللي هو الميكروب ضعيف، او ديد ميكروبس، او برضه زير توكسينز او الايه السموم بتاعتها. طيب وعندنا الباسيف قلنا زي الريدي ميد انتي بوديز اللي هي اصلا معموله قبل كده الاجسام المضاده، كذلك الاميون سيلز خلايا ايه المناعيه من شخص تاني. طيب ودلوقتي بقى ميعادنا مع درس جميل جدا ولطيف جدا اللي هو الأنجينا بيكتورس. الأنجينا بيكتورس هو الذبحة الصدرية. دي ليها علاقة بالهارت وبلاد فيزلز ديزيزز، أمراض القلب والأوعية الدموية بلاد فيزلز. طيب أول حاجة الأنجينا بيكتورس من اسمها أنجينا
جاية من أنجر، أنجري، تمام، الغضب. وبيكتورس جاية من بيكتورس اللي هو الصدر. هي فيها ألم شديد جدا في الصدر، وده اللي بيحصل نتيجة إن شريان من الشرايين التاجية المغذية للقلب، لأن القلب بيغذيه شريانين تاجيين، دي اتنين أساسيين يعني، في شرايين تانية صغيرة ولكن دول إيه الأساسيين. طيب قال لي بيغذوه، فبالتالي إيه اللي بيحصل؟ قال لي بيحصل تراكم للدهون داخل الوعاء الدموي تحت الإيه؟ تحت الغشاء المبطن ليه. واللي بيحصل إن الوعاء الدموي بيقل. واللي إيه المطلوب؟ المطلوب إن القلب بيغذي الأعضاء الجسم كلها، وبرضه بيغذي، بيطلع منه شريان بيغذيه هو ذات نفسه، مش هو عضو محتاج طاقة، فبالتالي هو بيترخى بيتغذى. ولكن اللي بيحصل إن هو بيبذل مجهود في ضخ الجسم كله 24 ساعة دون راحة طول حياته. اللي بيحصل إن هو محتاج طاقة، محتاج دم، محتاج غذاء، محتاج أكسجين، محتاج ومحتاج. فلو حصلوا إن الوعاء الدموي ده قل، الشريان التاجي ده اتسد، حصل فيه ترسب للدهون، حصل فيه حاجة بنقول عليها أثيروسكليروزس. أثيروسكليروزس اللي حصل إن هنا حصل تصلب للشرايين، تكون فيها دهون، فاتس، تكون فيها كوليسترول، ترايجليسرايدز، الحاجات دي كلها اللي بيحصل إن هي تكونت في الوعاء الدموي، وبالتالي قفلته، قللت الغذاء اللي رايح للقلب، وبالتالي بدأ المريض ده يحس بذبحة صدرية، ألم شديد جدا، والتنفس بتاعه shortness of breath، اللي هو قصر في النفس، مش قادر ياخد نفسه كويس. ناخد بقى التفاصيل. صلى على النبي، صلى الله عليه وسلم. definition قلنا يعني تعريف، causes يعني أسباب. قال لي it's severe pain، ألم شديد جدا beneath the breastbone. يعني ايه breastbone؟ يعني العظمة اللي جوه ايه؟ عظمة الصدر. طيب الصورة مش موجودة هنا، صلوا على النبي. عظمة الصدر بتبقى موجودة هنا اللي اسمها sternum، تمام، sternum. الايه عظمة الايه عظمة القص بتبقى موجودة هنا، هتلاقيها عظمة في النص كده متصلة بالايه بالضلوع، تمام جدا. قال لي عظمة القص ديت هي دي الايه السترنم، هي الايه يقصد بيها البريست ايه بون السترنم. قال لي والpain of angina is described as squeezing، بيعصر، ضغط عالي جدا، pressing، burning. يبقى الألم ده فيه حرقان، فيه ضاغط، وفيه squeezing، عاصر، تحس إن في حاجة كتيرة جدا كأنه صخرة محطوطة على القلب. طب هل هو حرقان بس؟ لا مش حرقان بس، لأن لو حرقان بس هيبقى حاجات تانية، ممكن يبقى حموضة. واخدين بالكم؟ لا، هو التلات صفات دولت مع بعض، squeezing، pressing، وburning. طيب عندنا الكوزس، أسباب حدوث الإيه؟ أسباب حدوث الذبحة الصدرية. صلوا على النبي. قال لي occurrence of angina is linked to، مرتبط بإيه؟ narrowing of the coronary arteries. دي في الإيه؟ دي في الشرايين التاجية المغذية للقلب، وهما اتنين two main coronary arteries. طيب. قال لي which is known as atherosclerosis، والذي يعرف بإيه؟ تصلب الشرايين. ويحصل frequently pain بقى، قال لي في الناس اللي عندهم سمنة excessive obesity، بس سمنة زيادة، الناس اللي عندهم سكر، فبالتالي عندهم تخزين، مقاومة أنسولين، وبالتالي الجسم بيخزن دهون كتير. عندنا ترايجليسرايدز، الدهون الثلاثية، والكوليسترول في الدم. وعندنا الهاي بلاد بريشر. هاي بلاد بريشر، ايه اللي حصل في الهاي بلاد بريشر؟ ده عامل زي فكرة الخرطوم لما يكون بتسقي حاجة، الخرطوم له فتحة، لما انت بتحط صباعك عليه فبيضيق، بيصبح إن هو ضغطه عالي وبيرمي المية لمكان أبعد، صح؟ يبقى لما بيضيق الضغط بتاعه بيشيد وبيزيد،
لما بيبقى واسع الضغط بيقل. هو ده فكرة ضغط الدم. ضغط الدم هو ضغط الدم داخل الايه، الشريان والوريد. تمام. بيقول لي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ان الضغط لما يبقى عالي هيبقى ضيق جدا، فبالتالي الدم برضو اللي رايح للقلب ما قليل، فبالتالي برضو اصبح المغذي قليل. فعندنا هنا hereditary causes، اسباب ايه وراثيه. excessive obesity، سكر، سمنه، سمنه، دهون، ضغط وراثي. تمام، يبقى سكر، سمنه، دهون، ضغط وراثي. احفظها كده. تمام. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي كم مرة؟ صلى الله عليه وسلم. ايه تاني ممكن يحصل يساعد لي على الاثيروسكليروزس؟ قال لي excessive consumption of animal fats، الدهون الحيوانية زي البتر، وعندنا الاويل، وهكذا. تمام. عندنا البتر، الزبدة، والاويل والايه الزيت. وايه تاني اللي تدخين؟ هو بص، سكر، سمنة، تدخين، ضغط. الأربعة دول أشر حاجات في الطب. دي تلاقيهم مع بعض في حاجات كتير جدا. وايه تاني برضه نعمهم برضه نقص الفيزيكال اكتيفيتي، نقص الايه، الرياضه. طيب. طب ايه هو الاثيروسكليروزس؟ قال لي هو الديبوزيشن اوف فاتس، ترسب الايه، ترسب الدهون في الوعاء الدموي. تمام. and cholesterol beneath the inner wall، يعني السطح الداخلي. تحت هنا اهو، سطح خارجي لسطح داخلي. تمام. هنا بينهم تحت الداخلي مترسب فين؟ في الشرايين. تمام. يؤدي لك لايه، لناروينج اوف ذا ارتري وديفيشنسي اوف او ان اكسجين. الشريان يقل اتساعه، والاكسجين برضه يقل كذلك. طب الاعراض، اول حاجه بيقولها لي في الاعراض ان هو موجود اكتر في الرجال. ليه يا سيدي؟ مع ان اصلا النساء فيها دهون اكتر. لا، او كده اكيد في حاجه في النساء مش موجوده في الرجال. تخيل إيه هي؟ قال لي هرمون الاستروجين. يا سيدي هرمون الانوثه. ايه اللي حصل؟ قال لي الهرمون ده بيقلل الالتهابات في الأوعية، يعمل لها فازو دايلاتيشن، يعني دايلاتيشن يعني اتساع. تمام. فازو دايلاتيشن، اتساع في الأوعية، لأنه بيفرز أو بيحفز إفراز مادة النيتريك أوكسيد، اختصارها NO، وبالتالي يمنع تكوين البليكس. البليكس هي الترسبات، الأثيروسكليروتيك بليكس اللي هي الترسبات الدهنية بتاعت تصلب الشرايين. فبالتالي النساء اللي تحت 45 سنة، قبل سن يأس، قبل سن انقطاع الإفرازات الاستروجين، وهكذا، إيه اللي بيحصل؟ اللي بتبقى محمية أكتر، النسبة بتاعتها تبقى أقل من نسبة الرجال. ما عدا ذلك هم طبعا بيتساووا في النسبة، وممكن هي تعلى كمان. قال لي وجود ألم تحت عظمة الصدر، اللي هي presence pain of أو under the breastbone، وجود الألم تحت عظمة الصدر. طب الألم ده ماله؟ قال لي بيزيد بالمجهود. ليه؟ قال لي أكيد يعني المجهود ده العضلات الجسم محتاجة تغذية أكتر. طب إيه اللي هيحصل لو الدم محتاج تغذية أكتر؟ محتاج دم أكتر. مين اللي بيعمل الدم ده؟ ما هو القلب. هو بالتالي محتاج غذاء أكتر، فإيه اللي يحصل؟ الموضوع يزداد سوءا. مع الأكل برضه كذلك. وكذلك عند التعرض كولد شديد. إيه ده؟ إيه علاقة البرد؟ المريض أصلا هو مهيأ لذبحة صدرية، أو عنده تصلب شرايين. قال لي ما أنت يا راجل يا محترم، عندك إن الكولد بيقلل الوعاء الدموي، يقلل لك حجم الشريان اللي هو وسعه، يعمل لك حاجة اسمها فازو كونستريكشن، إن هو بيضيق. إيه اللي بيحصل؟ قال لي ما أنت لسه قايل لك أهو من شوية إن أثيروسكليروزس بتعمل إيه؟ قال لي بتزيد في، لا إله إلا الله، أنت رحت فين أثيروسكليروزس؟ قال لي مع الضغط، هاي بلاد بريشر، هنا اهي، هاي بلاد بريشر، مع ارتفاع الضغط. فقال لي ارتفاع الضغط بيجي من فازو كونستريكشن. وهنا في الكولد بيحصل لك فازو كونستريكشن، بيحصل لك ضيق في الوعاء الدموي.
فبالتالي برضه يعرض لك إيه الموضوع. طيب جميل جدا. ولكن ده المريض مش أي حد يتعرض لكولد، ده هنا بيقول لك سيفير كولد، وأصلا شخص عنده حاجات تانية تهيأ إن هو يحصل له كده. وكذلك ممكن تحصل في الريست لو هو بقى خلاص هو وصل لمراحل متقدمة جدا. طيب المريض ده ممكن إيه اللي يحصل تاني ليه؟ قال لي الألم ده ممكن ينتشر لأحد أذرعه، تمام؟ ممكن يبقى في الريست، رسغ اليد، تمام؟ يد جميلة هنا اهيت، والشخص هنا هو جميل، تمام؟ هنا ديت ايه؟ دي ايده اهي، ده الرسغ بقى، معذرة عن الرسم والتشوه البصري، تمام؟ قال لي ذا شولدر، وبرده الكتف، وبرده ممكن يبقى في الأسنان. يعني موجود فين؟ في الكتف، موجود هنا في الكتف، موجود في الرسغ، موجود في ايه تاني؟ ممكن في الدراع كله، يبقى كتف دراع رسغ، وعندنا الايه؟ عندنا التيف. أجل يا سيدي. الألم تاني ممكن يبقى مصاحب بإيه؟ ممكن يبقى مصاحب بتعرق، لأن التعرق ده بيبقى مصاحب برضه لارتفاع ضغط الدم، أو للإيه؟ للبرودة. تمام؟ تمام جدا. قال لي وكذلك النوزيا، النوزيا اللي هو الغثيان، عايز إيه؟ تقول كده عايز يرجع كده. بنعمل إيه بقى علشان نشخص الذبحة الصدرية؟ أول حاجة من الحاجات اللي إحنا خدناها تحقيق في الفيديو اللي فات، إي سي جي، وإي سي جي ده ستريس وريجولار. الاستريس ده، طب ما تيجي نعرف الريجولار الأول. الريجولار إن هو شخص يبقى قاعد حط الإلكترولز بتاعتك، حاجات كده إن شاء الله تعرفوها، تمام؟ الناس اللي نزلت منكم هتعرفها. والجهاز محطوط هنا أهو، بيطلع عليه رسم القلب، تمام؟ وهكذا. اسمه اي سي جي، الكترو كارديوجرام، يعني ايه؟ رسم القلب الكهربي، او تخطيط القلب الكهربي. طيب ايه اللي فرق بقى الريجولار عن الاسترس؟ الريجولار عادي، الاسترس الشخص بيبذل مجهود، بيتمشى على مشاية، بنشوف رسم القلب وهو بيتمشى. والنيوكليار سكان، الفحص الايه النووي، ايه اللي بيحصل فيه؟ قال لي دي بيبقى عبارة عن أشعة جاما، زي أشعة سينية كده، يعني مش نفس الفكرة، اللهم صل على محمد، يعني مش نفس الموضوع، بس شبه الفكرة برضو، اللي هي أشعة وهكذا، تمام؟ قال لي في مادة بتدخل جوه الجسم بيحقنوها، والأشعة دي بتصور لك الايه الأوعية الدموية زي الفين وهكذا. هي بتحقن في الفين، هي بتصور لك برضو على القلب والصدر عموما، يعني تطلع لك برضو صورة شاملة لتفاصيل العضو. ايه تاني؟ قال لي ممكن في الدياجنوزس استخدم القسطرة القلبية. القسطرة القلبية اللي هي دي، تمام؟ هنا بروح جاي داخل بالمنظار، وداخل وحائم، نفخ البالونة هنا، ويروح جاي المادة ديت عندما تسعد خلاص هتبدأ تثبت على كده إن شاء الله، ويروح جاي ترسل البالون تاني وتخرج بره، والحمد لله الشخص ده يعيش في ثبات ونبات بإذن الله. إلا لو هو ما اتظبطش برضه هيرجع الموضوع تاني. يبقى اي سي جي، ريجولار وستريس، نيوكليار سكان، وكاردياك كاثيترايزيشن. يعني ايه كاثيترايزيشن؟ يعني قسطرة قلبية. طيب العلاج طمنه، اللي هو ما تقلقش يا عم الحاج، انت محتاج بس ايه؟ يعني مجهود، خلي بالنا من الرياضة المنتظمة على بسيط، وكذلك العلاج الدوائي، كذلك الأكل وهكذا. ويوقف تدخين، avoid nervous tension، ما يبقاش متعصب عشان مش عايزين الضغط يعلى، ولما الضغط يعلى اسمه high blood pressure، رمزه كده high blood pressure. والفازو كونستريكشن قلنا هنقول عليها لما الوعاء الدموي يتسع ويقل. طيب ايه تاني؟ هتقول لا قلل وزنك، تتمرن، تمام، بس مش من اول حاجه يتمرن، لان هو الموضوع هيزيد معاه. المفروض يأجل التمرين شويه لحد ما ايه؟ يظبط الاكل، يظبط التدخين، يظبط الادويه، والدنيا تبقى كويسه ان شاء الله. كنترول البلاد بريشر، الضغط الدم، وكذلك البلاد شوجر، السكر، عشان برضه احنا قلنا في الناس الديابيتس، صح؟ تمام. قال لي قلل الفات، قلل الايه؟ السولت. يبقى لحد هنا اول 4 حاجات اللي هي الحاجات العامة: طمنوا، وقف تدخين، قلل الوزن،
ما تتعصبش، اتمرن كويس، ضبط الضغط، ضبط السكر، السمنة، الكلام ده كله. تمام. قال لي الارتوريال فازو دايليتورز، هو عنده فازو كونستريكشن، عنده ضغط عالي، وسع له يا عمي، مش ضغط عالي لما يبقى الوعاء الدموي بتاعه قليل، وسعه له يا عم. طب اديله ايه؟ ارتيريال فازو دايليتورز نايتروجليسرين، اسمه ايه؟ ايزورديل. طب لينجوالي يعني تحت اللسان. تمام. وايه تاني؟ اديله ادويه ميديكيشنز تو لور عشان تقلل لك الكوليسترول، اسمه ايه؟ اترو. والاسبرين. تمام. برشامتين افتر لانش، بعد الايه؟ بعد الغداء. لانش الغداء مش العشاء. صح كده؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وارتيريال كاردياك كاثيترايزيشن، القسطره القلبيه. ليه بقى؟ علشان تو دايليت ذا ارتريز، عشان اوسع الايه؟ الشرايين. وبليس ستنت، ايه؟ احط دعامه اور سيرجيكال بروسيجر، او جراحي، عشان ريبليس ذا ارتريز، عشان استبدل الايه؟ آه الشرايين، اسمه كابج. تمام. كابج ده ان شاء الله يعني تاخدوه في المراحل الجايه. كان معكم اخوكم حسن حمدي. قبل ما تقفل الفيديو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ما تنساش تشترك في القناه، تفعل الجرس، تحط اللايك الجميل زيك كده، وتدخل قناه الواتس وتتابع معانا، علشان ان شاء الله نازلين لكم فيديوهات قادمه قمه الروعه. ما تنساش تسال على كورس نيرسونا. كورس نيرسونا عليه خصم 75% حاليا. تلحق يا ما تلحقش. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الكورس ده هناخد فيه 4 المواد الطبية والتمريضية اللي موجودة عندكم في سنة تانية. تمام. كله اشتراك في الترم واحد، احنا مقسمين سنة على ترمين، والسعر وجبة. نعم يا سيدي. كله علشان نقدر نوصل لكم بإذن الله المعلومة، لعله علم ينتفع به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم حسن حمدي.